السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم غير العزيز الرحيم لذل رحم غافلون تدخل على الطريق لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلال فهي إلى القالب المقمحون جعلنا من بين أيديهم ستر ومن خلفهم ستر فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء
إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم فيهم لا يشعرون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وبشرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل والسحر والنهار فإذا هم مظلمون والشمس الليل مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا الله أطعمهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدا تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ومن الرسول فإذا هم من الإنسان إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع الذين محضرون اليوم لا تضرون في شيء اليوم لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يكرهون السلام وكل من رب رحيم يجازيهم أيها المسلمون ألم أعلمكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل بكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون واليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصروا ولا يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فاستطاعوا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه بالأرض أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر كان حين ويحق عن الكافرين أولم يروا إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لها مالكون وظلها لهم
يقولون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره على شيء أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ولا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله تزكى وذكر اسم ربه فصلى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا بقرشني لا بمحل الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فيما أنزل إليه من
ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم لك الحمد باقيا ببقائك، ولك الحمد دائما بدوامك، ولك الحمد خالدا بخلودك، ولك الحمد لا يحمد على مكروه سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن أخانا هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيته بيدك، أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت أعلم بسره وعلانيته. جئناك شفعاء له، اللهم شفعنا فيه، اللهم شفعنا فيه، اللهم شفعنا فيه، اللهم اكتب له الشهادة، اللهم اكتب له الشهادة، اللهم اكتب له الشهادة يا أرحم الراحمين. اللهم اكرم ضيافته، اللهم اكرم ضيافته، اللهم اكرم ضيافته وأحسن وفادته، اللهم احسن وفادته عليه، اللهم القه وأنت تضحك إليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنه قد افتقر إليك وخلف الدنيا وراء ظهره. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم انزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اجعله في أعلى عليين، اللهم اجعله في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم نور له فيه، اللهم ارفع درجاته في المهديين، اللهم ارفع درجاته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم يسر حسابه، اللهم يسر حسابه يا رب العالمين. اللهم نور له في قبره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اغفر له ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفوا على الإسلام. اللهم اسعدنا واسعده بلقائك، اللهم اسعده بلقائك، اللهم اسعده بلقائك طيبنا للموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. الله يسهل نبذك لله غايب تو نجيبه. اللهم يسر لنا فيه، اللهم يسر لنا كل عسير، امين. اللهم يسر لنا كل عسير، امين. واللهم يسر لنا كل عسير، فإن كل عسير عليك يسير يا رب العالمين. اللهم كلنا في أمره صغيره وكبيره، خطيره ويسيره. اللهم كلنا عونا وسندا
سدادا. اللهم كن لنا عونا وسندا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. من أرادنا ومن أراد بلادنا وإخواننا بخير فيسر له، من أرادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم اخرجنا من بين أيديهم سالمين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهذه العائلة موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احسن عزاءنا في فقيدنا هذا، اللهم احسن عزاءنا، اللهم اعظم لنا الأجور، اللهم اعظم لنا الأجور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لأخينا هذا ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم اجعل كل يوم يمر عليهم في قبورهم إلا وهم أعظم أجرا وأجزل عطاء من الذي يسبقهم يا رب العالمين. الله أخانا هذا اللهم أنس وحشته، اللهم أنس وحشته وارحم غربته وعطر مشهده، اللهم طيب مرجعه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم عنا ولا تعن علينا، اللهم آثرنا ولا تثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. الوالدة ديالو اللهم اربط على قلبها، اللهم اربط على قلبها واجبر كسرها، واجبر كسرها وثبت حجتها وآنس وحشتها يا رب العالمين. اللهم اجعلها من المحتسبات من الصابرات، واجعلنا وإياها من الذين قلت فيهم وقولك الحق. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أنتم أحسن الله إليكم، أصلح الله بالكم، أحسن الله أحوالكم، أدخلنا وإياكم الجنة عرفها لنا ولكم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Inch'Allah, ces paroles pour les jeunes qui vont préparer l'arabe, Inch'Allah. Les frères qui sont venus du 93 pour faire condoléances au frère Mohamed et à sa famille et au frère Abdullah Al-Ali, Allah rahmah, wa rabbihum ajma'in, Inch'Allah. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a réunis ici, tous. Et Wallah, un par un on va y passer. Un par un on va y passer. Et un par un on va rentrer dans ce trou-là, qu'on veut tous éviter. Car c'est notre destinée. Allah ta'ala dit dans son livre, Inna al-mawta alladhi tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, la mort que vous fouillez, hein, il va être en face de vous. Subhanallah. En général, mes chers frères, quand on fuit une chose, elle reste derrière nous. Quand tu fuis, la chose que tu fuis reste derrière toi, mais pas pour la mort.
La mort, tu la fuis, mais elle vient en face de toi. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Et vous allez revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui connaît l'invisible. C'est lui qui sait ce qu'il y a dans les poitrines. Mes chers frères, eux ils sont morts. Mais maintenant toi, moi je te parle à toi qui es vivant. Je te parle à toi qui as encore la chance de te rattraper. Qui as encore la chance d'améliorer ta relation avec Allah. Un jour, il y avait un enterrement comme ça. Il y avait l'imam Malik, il était présent. Et les gens ils ont enterré une personne de bien. Et l'imam Malik, il a dit à cette personne-là, à ton avis, s'il revient, qu'est-ce qu'il souhaiterait faire? Si Wallah, demain Allah il réveille les morts, Wallah, ils vont demander qu'à faire du bien. Et rien d'autre. Ni courir derrière l'argent, ni courir derrière les richesses, ni derrière les bienfaits de ce monde. Non, mes chers frères. Wallah, ils vont juste vouloir améliorer leur relation à Allah avec Allah tabaraka wa ta'ala. Enfin, mes chers frères, de cette occasion-là, je ne vous prends pas beaucoup de temps. Wallah, je vous demande, et moi le premier, je me conseille tous d'améliorer notre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et on connaît ces deux frères-là. Alhamdulillah, on est du même quartier, on les connaît, c'est des gens bien. Wallah, leur mort elle est tragique. Wallah, que leur mort elle est inutile. Lakin ma tkhafsh. Inna rabbaka la bil mirsad. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui va rendre justice. Ils n'ont rien fait de mal. Subhanallah karim. Tous on aurait fait la même chose. Enfin, on leur fait dua. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a enterré le mort, il a dit fas'alou li akhikum at-thabat. Il a dit demandez à votre frère que vous venez d'enterrer, d'avoir les bonnes réponses. Parce que Wallah, à cet instant-là, les deux anges descendent pour les questionner. Nakir wa munkir. Enfin, nous on demande à Allah qu'il leur facilite de répondre. Et aussi, je voulais dire une chose pour le frère Mohammed. qu'Allah lui a évité la mort lui aussi, car il était avec eux. Wallah, il ne faut pas qu'ils s'en veuillent. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a fait que lui il survit. Pour que lui, il prenne la responsabilité derrière lui de son frère, pour s'occuper de sa mère, s'occuper des enfants qu'il a laissés. Allah, il est juste. Allah, il n'a pas voulu prendre deux membres de la même famille. Et on demande aussi à Allah le Très-Haut de nous faire revenir notre frère Abdelillah, pour qu'on puisse l'enterrer. Et pour que le cœur de sa famille puisse s'apaiser. On veut juste l'apaisement de la famille, on veut rien d'autre. Car le jour du jugement, Wallahi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur rendre justice. Et mes chers frères, Allah chauffe, subhanallah, surtout pour les jeunes, je m'adresse aux jeunes. Ne croyez pas que la mort apprend que les personnes âgées. Subhanallah, on pouvait faire 1000 scénarios pour la mort, mais pas celle-ci. Donc mes chers frères, même si vous êtes en vacances, n'abandonnez pas vos prières. Faites vos prières à l'heure. Attention au mot calme les frères. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous. Inch'Allah, n'oubliez pas de faire dua pour les frères, Inch'Allah. Et excusez-moi, subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم يا رب ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارزق عليهم ذوي الصبر يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. اللهم يا رب يرد إلينا أخينا عبد الله. اللهم رده إلينا يا رب العالمين. لندفنه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.